السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حد سألني على بط العابد. فانا حبيت اجربه معاكم وهقول لكم رأيي فيه بصراحة. اللي سألتني بتقولي انت كنت عاملة بط العابد في رمضان. لا، انا ما كنتش عاملة بط العابد، كنت عاملة بط بلدي. بس ده ان شاء الله هجربه معاكم بإذن الله. احنا هنا عندنا 3 معالق من عصير الطماطم، بس هو كان متفرز طبعا معايا الطماطم. حطيت عليها نص معلقة من السكر، نص معلقة من الكاري. الخلطة دي جميلة، الخلطة دي انا عملتها معاكم قبل كده بس بصراحة بتبقى تحفة. نص معلقة من الشطة ودي اختياري، بس بتديها اضافة حلوة، هي ما تبقاش حراقة ولا حاجة، بس بتديها كده نكهة جميلة قوي. واقل من نص معلقة من الفلفل الاسمر. تمام. وطبعا الملح بتاعك. بط العابد يا بنات عايزه اقول لكم هو مش ارخص كتير من البط البلدي ولا حاجه، وحاجه بسيطه يعني بينهم. هنا دي نص معلقه صغيره من الثوم المهروس. تمام كده. الميزه بتاعت بط العابد ان انت ممكن تشتري منه نص بطه، مش شرط بطه كامله، بيبيعوا بنص بطه. فلو انت مش مقدرتك مثلا تجيبي بطة كاملة او هتبقى كتير على افراد اسرتك، ممكن تجيبي نص واحدة، هي بتتباع كده على بعضها النص يعني. دي معلقة ونص كبيرة من الزبادي. تمام. الزبادي بيخلي اللحوم معاكي جوسي كده وطرية وجميلة وطعمها حلو قوي. وهنا دي برضو نص معلقة من البابريكا. بابريكا مدخنة كمان بتدي نكهة حلوة قوي. تمام يا بنات. وببتدي بقى هخلط بقى المكونات اللي انا حطيتها دي في قلب بعض. نرجع بقى للبط. البط هنا بيتميز ان هو ممكن فعلا تشتري نص بطاية، بيتباع في اي ماركت. تقولي له عايزة نص بط، بنص بطة من العابد هيديهالك. طبعا كله بالوزن، حتى نص البطة برضو بتتوزن. تمام. انا بصراحة عملتها قبل كده وعجبتني، مش هقول لكم لا، عجبتني بصراحة، فحبيت اعملها تاني معاكم عشان اقول لكم بس ايه الفرق بين دي ودي. خلاص. الفرق بالنسبة لي انا ان بط البلدي انا ممكن اعمل له شوربة واستفاد من الشوربة بتاعته، وعلى محشي على رقاق على اي حاجة. لكن بط العابد انا كمامة ساجد ما حبيتش اعمل له شوربه، لاني مش هعرف استعمل شوربته بصراحه. لا، ما بس في ناس كتير شفتها عملت له شوربه واستفادت من الشوربه بتاعته، بتقول شوربته جميله جدا. لكن انا عن نفسي بصراحه ما عملتلوش شوربه. هنا بعصر ليمونيه كده على الخليط بتاعي بعد ما هرسته بقى، وهرست الطماطم اللي انا مطلعاها من الفريزر. لو انت عندك برتقان بدل الليمون ممكن تحطي برتقانية برضو تعصريها، بتديكي نكهة البرتقان، بتخلي طعمه حلو قوي. تمام كده. طبعا البطة بتاعتي غسلها حلو قوي قوي قوي، تمام، بالمية. وبعد كده عملت محلول النقع اللي احنا بنعمله كل مرة، وحطيته فيها كده يعني ممكن بتاع ساعة تنزل كل حاجة فيها. وهي على فكرة يا بنات لما بتبقى بطة كاملة بتجيلك جوه بطنها كيسة فيها الكبدة والأنصة والقلب والزور والراس بتاعتها، بيجي فيها كل حوايجها. تمام. لكن لما بتبقى نص بطة ما بيجيش فيها حاجة. خلاص. وبرضو بالوزن بتنضفيها حلو قوي، وزي ما قلنا الظهر في الاخر بتقطعي الحتة اللي في الاخر دي، ما بتسيبهاش، اهم حاجة نظافتها. هنا بقى بعمل لها مساج بالخليط بتاعي اللي انا، الخلطة الجميلة اللي انا عملتها دي من جوه ومن بره. هنا بنات عايزة اقول لكم حاجة،
انت هنا عملت لها خلطة. طب انا هنا مش هينفع اعملها على طول، اما تبيتيها من بالليل بتديكي طعم بصراحة تحفة، سواء دي او البط البلدي او حتى لو فراخ. بجد اي لحوم بتتبليها وتسيبيها في التلاجة من بالليل بتعمل طعم خطير، بتبقى طعمها بصراحة روعة. فانا يعني بصراحة انصحك بكده ان انت تسيبيها من بالليل، هتديكي طعم حلو قوي. هنا برضو عصرت عليها ليمونة تاني، الليمون هنا بيديها طعم جميل جدا، وخاصة بقى مع الزبدة لما تعملي لها كده ايه كفر من بره بحتة الزبدة كده من بره ومن جوه، بتدي طعم هايل زي ما انت شايفة اهو. تمام. بط العابد ده بتلاقيه في اي ماركت، الماركتات الكبيرة شوية زي فتح الله واي ماركت كبير كده بتلاقي عنده البط دوت. وزي ما قلت لكم بيتميز ان هما بينزلوا بالنص بطة، لو انتي مش محتاجة البطة كلها او مش مقدرتك تجيبي البطة كلها تجيبي نص بطة، وبتبقى ما شاء الله برضو جميلة جدا، وما شاء الله يعني كبيرة وحسب برضو وزنها، يعني انا شفتها كبيرة بصراحة. تمام. جبت بقى الكيس الحراري ودخلت فيه البطة ونزلت الخلطة عليها اهو، واربط بقى الكيس بالرباط اللي بيجي معاه. وزي ما قلت لكم لازم تبيتيها ليلة، او من الصبح بالليل او من بالليل للصبح زي ما انت عايزة، بتشرب من التتبيلة دي وبتخليها طعمها حلو قوي. تمام. بتعملي لها فتحات صغيرة كده عشان لما تيجي تحطيها في الفرن خلاص. على فكرة يعني انت ممكن تعملي لها شوربة عادي وتتعاملي معاها زي البطة البلدي، بس انا بتكلم عن نفسي، انا ما عملتلهاش شوربة. خلاص انا كده حطيتها بقى في التلاجة وهسيبها. جيت بقى تاني يوم طلعتها وحطيتها في الفرن في صينية كده في الفرن، وشغلت عليها من تحت عادي. ولما بتستوي بتاخد معاكي طبعا وقت زيها زي البط البلدي، ولما بتحسي ان هي استوت وحطيتي فيها خلة كده وغرزت معاكي واستوت، بتفتحي الكيسة وتشغلي عليها الشواية بتاخد لون كده جميل قوي. طب هنا عايزة اعمل بقى ايه؟ طبعا اي حد هيعمل بط هيقول رقاق جنب البط، جميل طبعا، بس عندي ولادي بصراحة مالهمش فيه قوي فبيفضلوا الجلاش. فانا هنا هعمل معاكم جلاش، طريقة سهلة وجميلة وطعمة جدا. هنا نزلت بالبصل، البصل ده يا جماعة اللي انا مفرزاه معاكم قبل رمضان، اللي كنت عاملاه مكعبات، جميل اهوت. بتطلعي كده على قد الاكلة بتاعتك، جميل جدا جدا. اللي اوعي بقى حد يقولك ما ينفعش تفريز بصل، بيعمل ريحة بيعمل مية ولا اي حاجة، اديكوا شايفينه اهو قدامكم ما شاء الله بيطلع جميل جدا اهو. وفكت معايا واصفرت اهي تمام، حطيت عليها سمنة وحطيت حبة زيت صغيرين، فك معايا واصفر اهوت. بيوفر عليكي في الوقت والمجهود، وساعات البصل بيبقى غالي تطلعي من الفريزر عندك كده وتشتغلي على طول. تمام. خلاص كده هنزل بقى باللحمة بتاعتي. هنا اللحمة برضو كانت في الفريزر، فطلعتها بقى على طول على النار اهو. في الوقت ده بوطي بقى النار عليها قبل ما هي تفك، ما تولعيش ما تعليش النار عشان ما تشعوطش منك. خلاص فكت اهيت. هبتدي بقى انزل بالبهارات بتاعتي، نزلت بالفلفل الاسمر اهم حاجة عشان اللحمة، وبعد كده الملح. عندك كبابة صيني حطي، عندك 7 بهارات حبة لو حابة طعم حطي. هنا ده نص معلقة شطة بتخلي اكلتي سبايسي كده وبتديها نكهة حلوة قوي. وبقلب بقى كده كويس. ودي قد معلقتين كبار من عصير الطماطم، بس هنا كانت متفرزة، بتخليها جوسي معاكي وبتديها طعم حلو قوي. خلاص كده العصاج بتاعي جاهز. جبت بقى الصينية وجبت الجلاش بتاعي.
طبعا انت لو هتعملي رقاق يبقى لازم الشوربة، عشان الرقاق طبعا بيتعمل بشوربة البط بيبقى خطير. هنا عندي نص كوباية من السمنة، نزلت بمعلقة كده كبيرة او معلقتين منها في ارضية الصينية. وهبتدي بقى اجيب الجلاش. طبعا انا مش هجيب بقى ورقة ورقة، لا خدت كده كام ورقة، يعني قد ربع لفة الجلاش مثلا، وحطيتها اهي زي ما انتوا شايفين كده، وبفردها اهي. وادي بقيت النص، نص ورقة الجلاش مش النص كامل يعني. خلاص. طبعا الحروف بقى اللي في الجناب دي هتقولوا ايه ده، انت هتسيبي الحروف كده يا ماما ساجد؟ هشوفي هنعمل ايه ومش هتبقى باينه وهتبقى جميله جدا. نزلت بالعصاج بتاعي، بصوا جوسي وجميل ازاي، وريحته جميله جدا. خلاص. وبفرده بقى كده على الجلاش بتاعي. طبعا الجلاش بيتميز بحشوات كتير، ليه حشوات كتير وبتبقى جميله كلها. خلاص فردت اهو اللحمه. هنا هحط فلفل رومي، طبعا اللي يحب بيدي اضافة حلوة قوي، بس انا مش هحط على الصينية كلها عشان مش كل اللي عندي بيحبوا نكهة الفلفل الرومي، فمش هحط عليها كلها، حطيت على جزء كده منها. وهبتدي بقى اكمل بقية لفة الجلاش. هنا بقى اي حاجة مقطعة معاكي كده حطيها بقى في النص. خلاص اهو، سهل قوي، مجرد حاجتك بترصيها كده فوق بعض. جميل. عايزه تحطي بقى جبنه موتزاريلا في النص على اللحمه، عايزه تحطي زيتون، في حاجات كتيره قوي قوي ممكن تتحط يعني مع اللحمه، وفي حشوات تانية برضو حلوه. خلاص كده رصيت الورقه بتاعتي كلها اللي هو النص كيلو، وابتدي بقى اقطع. لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن طبعا، ما ينفعش بعد الفرن، ما ينفعش يعني بعد ما تحمريها في الفرن. وتقطعي بقى الشكل اللي انت حباه. هنا ببقى مشغله الفرن بسخنه، وبحطها على الشبكة في النص. عندك مروحة هتولعيها هتحمرلك فوق وتحت، ما عندكيش هتشغلي تحت، ولما أرضية الصينية تتحمر تشغلي عليها الشواية كده حاجة بسيطة عشان ما تنشفش معاكي. خلاص كده قطعنا الصينية اهي. تمام. انا بصراحة كنت ما عملتوش ببيض معاكم قبل كده، بس حبيت اجربه بالبيض معاكم، بيبقى جميل برضو، بس اهم حاجة تحطي فلفل اسمر على البيض عشان الزفارة. هنا جبت بقية السمنة، بقيت نص كوباية السمنة، نزلت بيها هو على الجلاش، يعني الموضوع كله خد مني نص كوباية سمنة، ممكن تبقى سمنة على زيت عادي برضو. طب ادي البداية هي، اهم حاجة الفلفل، وبربها بالفلفل كده كويس بشوكة، وهنزل بيها على كوباية لبن كبيرة، ممكن تبقى لبن وشوربة، لو عندك شوربة ممكن الكوباية دي تبقى لبن وشوربة. خلاص. حطيت كده شوية ملح صغيرين لان اللبن طبعا عادب معايا، فعشان ما يعدبليش الجلاش. تمام كده. وبقلب البيض في قلب اللبن. تمسح بس كده صليتنا كده ونظبطها. خلاص. وهنبتدي بقى نسقيها بالخليط بتاعنا ده.
تحاولي بقى تسقي كل الصينية. بصوا بقى الحروف اللي انا كنت تانيها، بتنزلي بقى كده بشوكة بمعلقة، بصي بتتساوى زي بقية الصينية. طالما حطيتي عليها الخليط ده بتشرب منه وبتسويها عادي خالص اهي، ما بقاش في حروف ولا في اي حاجة. عشان كده بقولك سهلة ما تقلقيش، اعمليها لو لأول مرة هتطلع حلوة قوي معاكي بإذن الله. هنا بس ايه بعمل فراغات كده عشان انزل فيها الخليط بتاعي. حطيناها وطلعناها اهيت من الفرن. بصوا من بره كريسبي جميلة جدا، ومن جوه طرية ومورقة وجميلة قوي قوي، وريحتها تحفة. وادي البطة بتاعتنا بعد ما تقف شغلنا عليها الشواية. بس سامحوني كنت بقطعها وناسية خالص ان انا مش بصور، فيا دوبك لحقتها، كنت لسه هكملها لحقتها كده بالشكل ده اهي. طالعه برضو بصراحه طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم ان في عندي ابني ما بياكلش البط، عايزه اقول لكم انه اكل منها بامانه، يعني عجبته ان لحمها حلو وخفيفه وطعمها حلو. وطبعا التتبيله بتاعتنا يا جماعه ما تنسوش ان هي ما بتخش في اللحوم، وبتقعديها كده فتره كبيره بتديها طعم حلو قوي. هنا باخد من الصوص اللي نزل منها في الكيس كده بالفرشه وبدهن وشها. وده الجلاش بتاعي اهو، جميل جميل بجد تحفه. اعملوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا. والبطه ما شاء الله لحمها حلو قوي. وزي ما قلت لكم بط العابد بيتميز ان هو بيديكي لو انت عايزه نص بطايه فيه، بس طبعا كله بالوزن. جميل وما شاء الله طعمه حلو قوي قوي، ولحمه من جوه بصوا جوسي كده وطري وجميل جدا. طبعا شارب من التتبيله بتاعتي. لو حبيتوا ان شاء الله تجيبوه، اديني قلت لكم كل حاجه عنه، ان شاء الله يعجبكم باذن الله. والوزن اللي انت عايزاه بتجيبيه فيه، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب. ونقولوا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يزيد وبارك. اللايك القمر بتاعكم ما تنسوهوش، ويا رب اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.